السلام عليكم. النهاردة جاي أكلمكم عن أسباب الفشل في مجال البرمجة. مجال البرمجة مجال مغري لبعض الناس، بس في المقابل بيجي تحديات كبيرة بتؤدي للفشل في مجال البرمجة. أولا، ضعف المفاهيم الأساسية. طب إيه أسبابها؟ علشان أنت بتبدأ تتعلم بشكل سريع جدا فبتهمل الأساسيات. تاني حاجة الكسل. مجال البرمجة بيتطور باستمرار، لو أنت ما طورتش نفسك هتفشل. تالت حاجة عدم التخطيط. لازم تحط لنفسك خطة وتمشي عليها وتكافئ نفسك باستمرار على كل إنجاز تعمله. رابع حاجة العمل بشكل منفرد. لازم تشوف المصادر الخارجية وتشاور الناس المحترفين عشان تطور نفسك في مجال البرمجة. خامس حاجة الخوف من الفشل. الخوف من الفشل يخليك مش راضي تتعلم عشان بتعتقد إنك هتفشل. سادس حاجة عدم متابعة التحديثات. لازم تتعرف على التقنيات الجديدة وتتعلمها. سابع حاجة المذاكرة من مصدر واحد. لازم تذاكر من كذا مصدر وراجع الدوكيومنتيشن عشان معظم الكورسات اللي على اليوتيوب مش بتديك المعلومة كاملة. مجال البرمجة بيديك فرص كبيرة، بس بيتطلب منك الالتزام، العمل على تطوير المهارات، تعلم الأساسيات، تحسين التفكير. وبكده يكون الفيديو خلص، ويا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.